السلام عليكم شباب. شفتوا هواي أخوة عندهم إشكال بالتقديم على شركة زين وعلى شركة كورك. نبدأ أول شي بشركة زين. الرابط نفتح لنا واجهة الموقع، نضغط على الرابط كليك. طبعا بالمناسبة لازم تكون أول شي عندك CV. ثاني شي لازم التقديم يكون من الحاسبة، من اللابتوب أو الديسكتوب. فتحنا اللينك، طلعت لنا صفحة تنزل جوا latest vacancies. تختار واحدة من ذني. شوف انت هنا لازم عندك يعني شوية لغة انجليزية جيدة. شوف الوظائف المتاحة عندك، الاسم الوظيفة واللوكيشن، محافظة، وتاريخ غلق او يعني ايقاف استقبال طلبات التعيين. وهنا عندك ابلاي، هنا اضافة. مثلا هاي الوظيفة عجبتك وضمن مؤهلاتك، تجي على ابلاي، تضغط. تجي هنا ابلاي مرة ثانية، ابلاي ناو. تفتح لك صفحة جديدة تدخل بها الايميل والباسورد واعادة الباسورد. طبعا الباسورد مو مال الايميل، لا، الباسورد الخاص بهذا الموقع، انت اللي يعني من كيفك تخلي كأنما تسوي حساب جديد. خلصت تطير ريجستر، راح يدخل، يعني ما راح اسجل هسه، بس راح يدخل للموقع وتملي استمارة على حسب الأصول، معلوماتك واسمك إلى آخره. بهاي الطريقة تكون قد قدمت استمارة إلكترونية للوظيفة ضمن شركة زين. هذا بالنسبة لشركة زين. بالنسبة لشركة كوركتيل نفس تقريبا مشابهة. كليك على الرابط، تفتح عندك الجوبز. شوف نفس الشيء، هم عندك وظائف هنا، الوظيفة والقسم مالتها والصنف واللوكيشن اللي محافظة. طبعا لازم تكون نفس المحافظة انت. عجبتك هاي الوظيفة، تجي على نفس الجوب، كليك. ايضا تجي جوا على ابلاي وتجي على نو. وهنا انت هاي الفرق عن يعني هاي الفرق بين شركة زين وشركة كورك بالتسجيل بطلب التعيين. تختار منها معلوماتك تمليها اونلاين، الجنس والاسم والايميل، تهتم بالتفاصيل. وهنا عندك شغلة فرق عن فرق الكورك عن الزين. كورك يطلب منك CV، لازم عندك CV. تجي على براوز وتختار اسم، تختار مكان CV وين حافظها. راح يتحمل عندك، وخلصت تضغط على ابلاي. وبهاي الطريقة يتم التسجيل على الوظيفة اللي اختارتها ضمن شركة كورك. ان شاء الله الشرح يكون بسيط ومفيد. ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.